الآن الديمقراطية بالمعنى التي ذكرتم ترون أنها مشروعة وجائزة أو ممنوعة؟ نعم، بالنسبة للمعنى الأول الذي هو فلسفة عامة مخالفة للشرع ممنوعة. طيب، وبالمعنى الثاني أنها آلة لتطبيق الشرع، تطبيق الشورى وتطبيق غيره، فهي جائزة مثل هذه الآلات كلها والأجهزة التي نستعملها. هذا الجهاز بالإمكان أن يستعمل في العلم وبالإمكان أن يستعمل في الضلال، فإذا استعمل في العلم كان مكملا له وسيلة له، وكذلك الديمقراطية. إذن الدليل هو البراءة الأصلية فقط؟ لا، دليل أننا مأمورون بتطبيق الشورى. طيب. قد قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، وقال وأمرهم شورى بينهم، وليس لدينا وسيلة لذلك يمكن أن نتفق عليها. والديمقراطية وسيلة بمعنى معرفة أصوات الناس، وبمعنى إحصائهم، وبمعنى مطابقتهم أقصد موافقتهم على موافقة أكثرهم على أمر، والأخذ برأي أكثرهم. هذا كله وسيلة لتطبيق الشورى، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب. فلا يمكن أن يدعي أحد أن الشورى غير واجبة، ولا يمكن أن يدعي أحد أنه يمكن أن يطبقها من غير وسيلة ولا آلة.